اذا عندك حفله تاع باك ولا بيام وحبيتي ديري لهم حاجه بنينه وبريستيج وما تكلفش بزاف، لازم ديري لهم هاد البسبوسه او شوكولا تجي مشربه ومشكلته ومستحيل تجي في راسهم باللي بسبوسه، رايحين يقولوا باتيسري. في بول كسري 3 حبات بيض مع رشه ملح لافاني وكاس غير ربع سكر، طلعيهم مليح ومن بعد زيدي كاس غير ربع حليب مع كاس غير ربع زيت، كملي خلطي ومن بعد زيدي النواشف واللي هي مغرف كبيره من حليب بودغ تاع 5 راح يزيد بنه للبسبوسه ويخليها طريه وما تتفتتش. نزيد 2 مغارف كبار كاكاو مع 2 اكياس خميره الحلويات وكاس سميد ارطب، ونكمل نخلط حتى يتجانسوا المكونات ونحطهم في بلاطو اللي دهنته بالزبده والسميد وندخلهم يطيبوا على 180 درجه مده نص ساعه. والكريمه البنينه اللي نشرب بها البسبوسه فيها 2 كيسان حليب مع 2 مغارف كبار سكر، مغرف كبيره نشا ومغرف كبيره كاكاو، نخلطهم على البارد ومن بعد على النار وكي يعقادوا نزيد 100 غرام شوكولا ونكمل نخلط ونخرج البسبوسه من الفور، نقطعها وهي سخونه ونفرغ عليها الكريمه وهي سخونه هكا باش تتشرب وتجي بزاف بنينه. نخليها تبات من الاحسن ليله كامله وزينتها بتبقى رقيقه من شوكولا اتختيني مع ورده تاشونتيي وموتيف تاع مبروك الباك وابن بسبوسه راهي واجده. ما بقى لي غير نطلع بريس قهوه ونتقهوى بها، وانا حاليا راني نستعمل في قهوه فيزا تجي القهوه هايله لازم تجربوها. طلعت القهوه حطيت مرسوم من البسبوسه واستمتعت بها، تجي مشربه ومشكلته وبزاف بنينه لازم تجربوها. وهذا ما كان.